السلام عليكم ورحمة الله. في 2002 في واحد الدوار بمنطقة ولاد سعيد، واحد العائلة مشات عند الدرك الملكي كتبلغ على اختفاء ديال ولدهم ومرته. في المحضر اللي حروا ليهم الدرك الملكي كيقولوا فيه: أودي، ولدنا خرج هو ومرته البارح مع الصباح بكري باش يشدوا الطريق المدينة ديال مكناس عند واحد الطبيبة اختصاصية في أمراض النساء، لأن مرت ولدنا ما كتولدش. والبارح في العشية ملي تعطلوا كنصونيو عليهم، ولكن تليفوناتهم بجوج راهم طافيين، وتسنينا حتى الصباح وحنا نجيو لعندكم كنديكلاريو. الجدرمية حتى هما حروا ليهم المحضر وقالوا ليهم الا كانت شي حاجه راه حنا غنعيطوا لكم. عائله ديال الرجل والمراه اللي مختفيين بقاو كل مره كيمشيو عند الدرك الملكي كيسولوا الا كاين شي جديد ولا كاينه شي حاجه بانت ليهم، ولكن والو ما كيلقاو حتى شي اخبار جديده. داز تقريبا شي اسبوع على هذا الاختفاء. واحد الصباح شي ناس دايزين في الطريق من حدا واحد البير غاديين للسوق الاسبوعي، كيشموا واحد الريحه خايبه. بزاف ديال الناس تجمعوا على داك البير، قالوا بان هذا يمكن شي حيوان طاح في البير، وبحكم كاين الضبابه استناو حتى طلع النهار وما تبان ليهم واحد الجثه ديال المراه لابسه جلابه خضراء مرميه في البير. هنا عيطوا للدرك الملكي، جاو حتى الناس ديال الوقايه المدنيه، انتشلوا الجثه وعرفوا شكون هي. الناس اللي كانوا تما بداو كيقولوا: هذه فلانه، مرات فلان اللي مختفيه، هي والزوج ديالها. ولكن السؤال، الا كانت المراه لقاوها مرميه في البير، فينا هو الرجل ديالها؟ هنا غيوقع واحد المشكل كبير بزاف في لابريكاد ديال الدرك الملكي. هادوك والدين البنت وخوتها اللي لقاوها في البير مرميه بداو كيتعايروا مع عائله راجل بنتهم اللي مازال مختفي، وكيقولوا لهم ولدكم هو اللي قتل بنتنا. هنا الدرك قالوا لهم: علاش هو اللي قتلها بالضبط؟ قالوا لهم بانه هو كان ديما كيضربها وكيعايرها وكيقول لها: انا غادي نطلقك، انت ما كتولديش، وديما كيجري عليها. وعائله الراجل حتى هما كيجاوبوا كيقولوا لهم: اودي، الا نتوما لقيتوا بنتكم ودرتوا ليها القبر، حنا راه ولدنا ما عرفناش فينا هو. هنا الدرك الملكي بداو كيوسعوا دائره البحث ودخلوا باين الولد اللي مازال مختفي. قالوا ليه: عاود لينا على علاقه ولدك بمرته. قال لهم: ولدي ما يمكنش يقتل مرته، هو كيبغيها ودار المستحيل غير باش يتزوج بها، لدرجه كانت غطيح الروح في الدوار على قبلها. قالوا ليه الدرك: كيفاش كانت غطيح الروح في الدوار؟ جاوبهم قال لهم بان هذه البنت قبل ما يتزوج بها ولدنا كان خطبها واحد السيد عطار عندنا في الدوار وما بغاتش تتزوج به، ومني خطبها ولدنا وافقت عليه، وجا داك العطار وتخاصم مع ولدنا ودخلوا الناس فكوهم تما في الدوار. هنا الجدرميه خداو بعين الاعتبار هادشي اللي كيقولوا باين السيد اللي مازال مختفي، وعيطوا لداك العطار سولوه. قالوا ليه: شنو علاقتك بفلان اللي مختفي؟ قال لهم: خويا وصاحبي. قالوا ليه: حنا عندنا نظره اخرى، الناس كيقولوا بان انت وياه كان واقع بيناتكم شي مشكل، هو تزوج بالمراه اللي كنتي انت باغي. قال لهم: هادشي انا نسيتو، دابا علاقتي به مزيانه وبحال خوتي، وتقدروا تسولوا عائلته. قالوا للعطار: واش انت مزوج؟ قال لهم: لا. قالوا ليه: سير الا احتاجيناك غادي نعيطوا لك. العطار كيمشي للاسواق الاسبوعيه، ولا منين كيرجع للدوار كيقول لهم: انا شفت فلان في السوق، راه فوقاش شافني راه هرب. كل مره كيقول نفس الحاجه. الناس ديال الدوار كيقولوا: واه كيفاش هذا كيشوفو وحنا ما كنشوفوش؟ هاد الهضره وصلت للدرك الملكي بان داك العطار راه كل مره كيقول للناس: انا شفت فلان في السوق، انا شفتو اليوم، انا شفتو. عاودوا استدعوه، قالوا ليه: كيفاش انت كتشوف فلان في السوق والناس الاخرين ما كيشوفوش؟ لدرجه كل مره كتقول هاد الهضره للناس. الجدرميه خليهم الشك، قالوا ليه: غنمشيو معاك للدار. هزوه ومشاو معاه ودخلوا للدار ديالو، بداو كيقلبوا. واحد الجدارمي بان ليه واحد الصاك ديال العيالات محطوط فوق الماريو. قال ليه: هذاك الصاك ديالك انت مزوج؟ قال ليه: لا، لقيته واحد المره في السوق وجبته معايا. هذاك الجدارمي يحل هذاك الصاك ويلقى فيه تليفون طافي بسطام ديال العيالات، وهو يحلو لقى فيه لاكارت ديال المراه ولا كارت فيزيت ديال واحد الطبيبه. قال ليه: شكون ولات هاد لاكارت؟ قال لهم: ما عرفتش، انا غير لقيت الصاك. الجدرميه عيطوا على والدين هذيك المراه اللي لقاوها مقتوله ومرميه في البير، وراو ليهم لاكارت.
قالوا لهم هذه بنتنا، هما يقولوا للعطار اش هادشي اللي كتقول؟ انت كان عندك مشكل كبير مع الراجل ديالها، وانت الوحيد اللي كنتي كتقول بانك تشوفه في السوق بوحدك، وهاد الصاك ديال مرتو. الجدرميه قالوا ليه حنا ما بقيناش محتاجين الاعتراف ديالك، كلشي واضح، دابا قول لينا فين درتي الراجل. هو يقول لهم الراجل دفنتو ورا الدار. خرجوا مشاو معاه، لقاوه دفنو حدا القرقره ديال الطواليت، باش الا عطات الريحه يقولوا راه هذه غير الطواليت اللي عطات هذه الريحه. سولوه قالوا ليه كي درتي قتلتيه، اولا كي درتي قتلتيهم بجوج؟ قال لهم انا كنت جالسه انا وياه في الليل، قال لي انا غادي نمشي، راه خاصني غدا ندير المراه عند الطبيبه في مكناس، وخاصني نفيق شويه بكري. قلت ليه انا نوصلكم، عندي الطوموبيل ماشي مشكل. قال لي واخا. داك الصباح كان الظلمه، ركبوا معايا، وصلنا حدا الغابه، درت راسي بحال اللي عندي شي مشكل في الرويضه، نزلت انا وياه، خليت حتى بدا كيشوف هو لتحت ديال الطوموبيل، ونحيد الموس، بقيت كنضرب فيه، جيت الكلاوي والقلب، وبقى طايح. وجبت المراه من الطوموبيل وقتلتها بنفس الطريقه، هزيتهم بجوج، درتهم في المالا ورجعت. رميت المراه الاولانيه في البير ورجعت بصمت الراجل مورا الدار. هنا تحرر ليه المحضر مرفوق بالادله والاقوال ديالو، والتحكم بالمؤبد. والسلام عليكم ورحمه الله.